النهارده هنعمل صينيه مسقعه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل احلى اكله في الكون كله. هنعمل مسقعه. قطعت بطاطس وقطعت بتنجان وخرمت فلفل، ودلوقتي هنزل بالبطاطس وبعدها البتنجان والفلفل. وفي طاسه كده او في صينيه، جبت صينيه وحطيت فيها فصين توم مفرومين، واحط عليهم شويه زيت ذره علشان التسبيكه بتاعه المسقعه. انا بحب اعمل كل حاجه على عين كده علشان الاكل يخلص بسرعه. جبت هنا الطاسه، احط فيها الزيت اللي حطيت فيها زيت، وهنزل بالبطاطس. هنا دقيق بقى عشان ما يسودش معايا، احط شويه دقيق علشان ما يسودش وعشان ما يشربش زيت بالشكل ده. اتبله بالدقيق كده عشان ما يشربش زيت وما يسودش. هنا كده التومه بدات تتحمر معايا، هقوم نازله بالخل، والطماطم حطيت عليها ملح وفلفل وكمون. دي كده تسبيكه المسقعه، توم وخل وطماطم وتوابل. هستنى بقى لما تتسبك عقبال ما احمر البطاطس والبتنجان والفلفل. هنا كده خلاص التسبيكه اتسبكت معايا. هبتدي بقى انزل بالحاجه اللي انا حمرتها. هنزل اول حاجه بالبطاطس، افردها كده في الصلصه. بعد ما حطيت البطاطس هنزل بقى بالبتنجان ووزعه برضو زي ما وزعت البطاطس. وبكده تكون خلصت معايا صينيه المسقعه. استنوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. حطيت بقى صينيه المسقعه في الشوايه شويه، وده كده بقى شكلها.